ناحيه اليمين، وادي انطلاقه على طول امامنا هنا من اللاعب احمد فوزي اللي بياخد فاول من مكان كويس جدا، ممكن تتلعب بالعرض. ونانا بوكو بقى وسيد حمدي وبقيه اللاعبين اللي بيكملوا في العمليه الهجوميه للمقصه النهارده. ادي خالد القماش الراجل طبعا، وحاله من الترقب في ارض الملعب من اجل بقى الحقيقه الحصول على يعني 3 نقاط غاليه. ادي جهاد جريشه وفاول من مكان خطير جدا. وادي امامنا اللاعب عمرو بركات صاحب القميص رقم 12 هيلعب بالقدم اليسرى داخل منطقه الجزاء. هل بقى تجد الراس التي يكون بها الامل لدى لاعبي مصر المقصه في مباراه اليوم ويقدروا ان هم يسجلوا هدف التعادل؟ هنشوف. ادي امامنا يعني تقريبا لاعبين يعني زحمه داخل منطقه جزاء اتحاد الشرطه. وادي على طول حكم اللقاء ادى الاشاره، وفرصه وامل جديد لمصر المقصه لادراك التعادل. وعمرو بركات بيلعب الكره العرضيه مش ممكن، وهدف التعادل، وكره عرضيه جميله جدا وهدف التعادل.